السلام عليكم. واحنا بنشتري الموبايلات المستعملة في عيوب ممكن نشتري الموبايل بيها عادي وبنقبلها عشان بتبقى حلولها سهلة وبتتصلح بإننا نغير حاجة والدنيا بتمشي والموبايل يرجع يشتغل تاني. لكن في عيوب ما بنقبلهاش عشان تصليحها بيبقى مكلف وغالبا لما بتتصلح بترجع ترد تاني. وفي الفيديو ده بقى أقولك العيوب اللي لو لقيت واحد منهم في تليفون ما تشتريهوش. كل اللي اقوله لك في الفيديو ده ناتج عن تجارب شخصية ليا في شغلي، مش جاي اقول لك توقعات ولا تخيلات. والعيوب اللي هقولها لك دي تبان من بره عيوب سهلة وصغيرة، وفي ناس بتشتري موبايلات وفيها العيوب دي ويقول لك اصلحها ويرجع في الاخر يلبس ويخش في حيطة سد. واول حاجة هقولها لك، ما تشتريش تليفون شاشته اصلا اموليد ومغير شاشة عادية او محتاج يغير شاشة. الشاشات الاموليد غالية قوي والبدائل بتاعتها سيئة قوي. وما تقولش هركبها واستغنى عن البصمة. الحوار مش حوار بصمة، الحوار حوار الشاشة نفسها. الشاشات دي كل العيوب اللي ممكن تتخيلها فيها. الشاشة بتسخن وبتعلق والتاتش بيركن وبيقف والوانها بتغير وبتبهت وبتبوظ. زي ما قلت لك فيها كل العيوب اللي تتخيلها واللي ما تتخيلهاش. لو غلطت الغلطة دي وركبت شاشة عادية مكان شاشة اموليد اقسم بالله ما هتستحملها اسبوع، فما تدخلش نفسك في القصة دي. وما تشتريش تليفون بطاريته منفوخة عشان السبب في نفخ البطارية بيبقى عيب في دايرة الشحن. هتقول هغير بطارية، هتغير البطارية هتتنفخ تاني، وكل ما تغير بطارية هتتنفخ. ده زي ما قلت لك عيب في دايرة الشحن، فبرضه ما تدخلش نفسك في القصة دي. وما تشتريش جهاز أقل من أندرويد 9. أندرويد 7 خلاص الدعم وقف عنه، و8 قرب الدعم يقف عنه هو كمان. وكمان في أجهزة أندرويد 8 الدعم وقف عليها، والدعم اللي بتكلم عليه هنا مش دعم التحديثات، لا، الدعم اللي أنا أقصده هو التطبيقات، والتطبيقات الأساسية اللي ناس كتير ما بتستغناش عنها زي واتساب ويوتيوب وغيرهم. البرامج دي ما عادش بتشتغل على أندرويد 7. وكمان أندرويد 8 فترة بسيطة خالص وهتقف عنه هو كمان. برضه ما تدخلش نفسك في القصة دي. وما تشتريش جهاز مقفول واقف على شعار الشركة اللي بيقولوا عليه محتاج سوفت. غالبا ده مش سوفت، اللي بيبيعهولك اكيد جرب يعمل له سوفت والجهاز ما قبلوش. في الحالة دي بقى هيبقى شغل صيانة على المعالج والذاكرة، وده مكلف قوي. وحتى لو اتعمل واشتغل غالبا 80% هيرجع يرد تاني نفس العيب، ونفس العطلة هيجي تاني والجهاز هيقف ومعادش هيفتح معاك. فبرضه ما تدخلش نفسك في القصة دي. وما تشتريش جهاز فاصل صوت ايا كان، ان كان جرس او سماعة مكالمات او حتى مايك. لو الصوت شغال بس واطي او بيخروش دي سهلة، ممكن تغير جرس او سماعة مكالمات ويشتغل. لكن لو فاصل خالص ده بيبقى من ايسي الصوت وبرضه مكلف، وبرضه لو اشتغل ممكن يرجع يفصل تاني. برضه ما تدخلش نفسك في القصة دي. لو بتشتري تليفون كسر باغة اعمل حسابك على شاشة. اعمل حسابك وانت بتشتري انك ممكن تغير شاشة، مش كل الباغات بتظبط. ممكن قوي تكون الباغة بس اللي مكسورة، بس لازم الجهاز يغير شاشة عشان حاجات كتير واسباب كتير مش عايز ادخل فيها دلوقتي ولا اتكلم في تفاصيلها دلوقتي. بس اللي عايز اقوله لك، وانت بتشتري تليفون باغته مكسورة ما تشتريوش على انه باغة بس. يعني ما تقولش الباغة ب 200 جنيه ولا ب 250 ولا ب 300 زي ما الناس بيقولوا. لا، احنا كلنا بنعمل كده. كل اللي بيشتغلوا في الموبايلات او كل تجار الموبايلات ما بيشتريش جهاز اسمه عايز باغة. لا يا باشا، الجهاز ده باغته مكسورة بس انا هشتريه على انه عايز شاشة. ما اضمنش ان باغته تظبط، ما اضمنش ان هو يتغير له باغة بس، ممكن البس شاشة. فعشان كده اعمل حسابك على شاشة. ما تقولش باغة ب 200 جنيه ولا ب 250 ولا ب 300 زي ما الناس بتقول. دي شاشة، باغة مكسورة يعني شاشة. وده مش كلامي لوحدي، اسأل اي تاجر او جرب تبيع تليفون باغته مكسورة لتاجر وقول له هيغير باغة، هيقول لك لا يا باشا مفيش حاجة اسمها الكلام ده، ده شاشة. جرب بنفسك وانت تصدق. الفيديو ده ان شاء الله هيكون له تكملة، هنتكلم باستفاضة اكتر وهنتكلم في تفاصيل اكتر، بس عشان الفيديو ده ما يطولش. ولو عندك اي سؤال خاص بالموضوع ده او خاص باي حاجة تخص تليفونك سيبولي في تعليق وانا هرد عليك. وفي النهاية لو عجبك الفيديو ده اعمله لايك، ولو ما عجبكش اعمله برضه، واشترك في القناة لو مش مشترك وفعل الجرس عشان توصلك كل فيديوهاتنا اللي جاية. تحياتي ونتقابل الفيديو الجاي. سلام.